اهلا بحضراتكم مشاهدينا. بنبدا معاكم اول لقاءاتنا وحديث عن الامن الغذائي وجهود الدوله لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء للشعب المصري. وطبعا يعني اكيد احنا عارفين ان الغذاء او الامن الغذائي هو احد المكونات الرئيسيه للامن القومي الاستراتيجي، وان الدوله في الاونه الاخيره بدأت ان هي في اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي دائما على رأس اولويات اجندة الدولة المصرية. ازاي او ايه الجهود اللي بتبذلها الدولة لتحقيق الامن الغذائي وفي ظل الظروف طبعا الاقتصادية الصعبة اللي بنعيشها حاليا، ومش على مستوى مصر بس ولكن على المستوى العالمي ايضا؟ ده اللي هنشوفه في هذه الفقرة، او هنحاول ان احنا نلم بيه في هذه الفقرة من خلال لقائنا مع دكتور اسلام قنديل، هو مدرس امراض النبات بكلية العلوم بجامعة الازهر. اهلا بحضرتك معنا دكتور اسلام. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. طبعا يعني المشكلة الاقتصادية العالمية او الوضع الاقتصادي والازمة الاقتصادية اللي نتجت، طبعا احنا عارفين الاسباب ايه، يعني اتكلمنا عليها مرارا وتكرارا، ازمة كورونا والحرب الاوكرانية الروسية وغيره، من ضمن الحاجات الاساسية الكتيرة اللي اثرت على الاقتصاد او ادت الى وجود ازمه اقتصاديه عالميه بشكل عالمي. ولكن احنا خلينا نتكلم على الوضع الاقتصادي في مصر وتحقيق الامن الغذائي للمصريين والجهود اللي بتبذلها الدوله. خلينا نتكلم على التحديات اللي بتواجهها الدوله علشان تقدر انها تحقق الامن الغذائي. طيب، في البداية كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة أول يوم في شهر شعبان المبارك، وربنا يبلغنا رمضان، وأتوجه بخالص تهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة هذه الأيام المباركة. في الحقيقة احنا عايزين نبدأ موضوع الأمن الغذائي إن هو تحدي خطير جدا على مستوى العالم. خلينا نقول إن العالم في خطر والزراعة هي الحل. كان في تقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، منظمة الفاو، كان التصريح ينص على أنه يتعين على جميع دول العالم مضاعفة إنتاجها من الغذاء بنسبة 60% خلال الفترات القادمة أو خلال فترة منتصف القرن ال21، وذلك بسبب التوقعات بارتفاع عدد سكان العالم من 8 مليون مواطن إلى 10 مليون مواطن، وبالتالي نحن أمام زيادة 2 مليار مواطن زيادة سكانية احنا محتاجين نوفر لهم الغذاء، في ظل ان احنا عندنا تقريبا 842 مليون شخص على مستوى العالم بيعانوا من نقص خدمات الغذاء والتغذية، وفي عندنا طفل من بين كل 5 أطفال دون ال5 سنوات بيعاني من خدمات نقص الغذاء والتغذية. وبالتالي احنا امام تحدي خطير جدا على الحكومات وعلى جميع المسؤولين العمل على تسريع تحقيق الاحتياجات الغذائية لضمان الغذاء والشعوب وضمان ايصال هذه الامدادات باسعار معقوله في متناول الجميع، حتى في ظل الازمات، في ظل ان احنا اصلا مساحه الكره الارضيه حجم اليابسه اللي موجوده بتكون 30%، وبالتالي احنا عندنا في 62% من المساحه غير مستغله او غير صالحه للزراعه، اما بسبب بعدها عن مصادر المياه او بسبب الطبيعه المناخيه او التغيرات المناخيه او التضاريس المناخيه. وبالتالي نحن امام تحدي خطير جدا، ليس امامنا مخرج في تامين احتياجات الشعوب غير الزراعه، ولذلك نحن نبدا حديثنا بكلمة العالم في خطر والزراعة هي الحل. طيب، احنا كدولة مصرية جزء لا يتجزأ من العالم، وطبعا احنا عندنا طبق للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقريبا عدد سكان مصر وصل 104 مليون مواطن، وبالتالي نحن امام تحدي خطير. بنحتاج ان احنا نوفر غذاء للشعب المصري. طب الدولة هتعمل ايه عشان نوفر غذاء للشعب المصري، او ايه هي اتجاهات الدولة او السبل اللي اتخذتها الدولة المصرية من اجل توفير الغذاء؟ هو في 3 مناهج عالمية، 3 مدارس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل او تأمين الغذاء للشعوب. اول حاجه اسمها التوسع الافقي، ورقم 2 التوسع الراسي، رقم 3 تقليل الفقد في المحاصيل. التوسع الافقي ده ان احنا بنقصد بيه ان احنا نزود مساحه الاراضي الزراعيه الصالحه للزراعه واستصلاح اراضي جديده، خصوصا ان احنا بنشغل مساحه 5.5% من مساحه مصر الاجماليه اللي هي منطقه الدلتا ووادي النيل. الدوله اشتغلت الجديده، خليني اقول لحضرتك رقمه للساده المشاهدين، حجم الاراضي المنزرعه في مصر تقريبا 6 مليون فدان. مصر وصلت في العام الزراعي الحالي 2023 2024 وصلنا تقريبا 10 مليون فدان باضافه 3 مليون ونص فدان. هذه الاراضي الجديده موجوده في منطقه الدلتا الجديده
وموجودة في تشكى الخير، وفي 700 ألف فدان في منطقة سيناء، وطبعا بالإضافة لمشروع الريف المصري جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أو جهاز الزراعات المحمية اللي هو الصوب الزراعية اللي موجودة. كل هذا التوسع الأفقي الدولة اشتغلت على النقطة دي من أجل مساحة الرقعة الزراعية لتوفير الغذاء للشعب المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل القومية الاستراتيجية التي تضمن البقاء وتضمن المعيشة وتؤمن الغذاء للشعب. دي أول نقطة. النقطة الثانية اللي هو التوسع الرأسي. يبقى احنا في عندنا توسع افقي وفي توسع راسي. التوسع الراسي ده احنا بنقصد بيه ايه؟ ان احنا هنتوسع في انتاج الاصناف عاليه الانتاجيه مبكره النضج، مقاومه للامراض النباتيه سواء كانت امراض بكتيريه او امراض فطريه او امراض نماتوده التي تسبب تعقد الجذور، او عن طريق المتطفلات اللي هي النباتات اللي بتتطفل على بعضها البرازيت تاير بلانت. كل هذه الامور الدوله تتوسع في استنباط هذه الاصناف عاليه الانتاجيه مبكره النضج لضمان اعلى انتاجيه. واحنا عندنا تجربه ناجحه جدا في محصول القمح العام الماضي. احنا وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، مصر وصلت الى اعلى انتاجيه للفدان، كان تقريبا 18 ارداب للفدان من محصول القمح، ودي ما كانتش حصلت في مصر قبل كده. انا عايز اقول لحضرتك ان في الثمانينات كان انتاجيه الفدان تقريبا 5 ارداب او 6 ارداب، في 2014 وصلنا ل 13 او 14. فاحنا الدوله المصريه شغاله في هذا القطاع من خلال التوسع الافقي والتوسع الراسي. النقطه الثالثه برضو ان هو تقليل الفقد او الهادر في المحاصيل، والدوله اشتغلت على النقطه دي. خليني اقول لحضرتك رقم للساده المشاهدين، احنا حتى عام 2014 كان في عندنا تقريبا 40 صومعه كمخازن استراتيجيه لتخزين الغذاء اللي احنا بنحتاجه من 4 ل 6 شهور. احنا وصلنا في عام 2023 عندنا 75 صومعه بزياده تقريبا 35 صومعه، وطبعا ده زياده تقريبا 45%. وذلك بالاضافه ان الصوامع دي تم عمل لها خطه انتشار على مستوى الجمهوريه لتقليل المشقه على المواطن او الفلاح البسيط من تكلفه النقل والعناء، وايضا تقليل الفقد او الهدر. بالاضافه ان الدوله برضو سعت انها تحول العديد من الشون الترابيه الى هناجر متخصصه لزياده المخزون السلعي وزياده القدره الاستيعابيه. يبقى الثلاث نقط دول لو اي دوله اشتغلت عليهم، والدوله المصريه فعلا اشتغلت عليهم. ده فيما يخص الزراعه في القطاع الزراعي الامن الغذائي في القطاع الزراعي، التوسع الافقي والتوسع الراسي وتقليل الفقد او الهدر في المحاصيل. طيب بالنسبه برضو لتغير المناخ، ومشكله تغير المناخ دي من الاسباب الكبيره برضو والمهمه جدا اللي ادت الى موضوع ان يبقى في مشكله في الامن الغذائي وغيره. فبرضو ازاي ان احنا نقدر ان احنا بموضوع تغير المناخ ده ان احنا نواجه التحدي ده، او ايه الجهود برضو اللي بتعملها الدولة حاليا فيما يخص تغير المناخ؟ خليني اقول لحضرتك ان القطاع الزراعي ده اكبر قطاع هش في مواجهه التغيرات المناخيه، يعني العامل الوحيد اللي انا ما اقدرش اتحكم فيه بيأثر على العمليه الزراعيه. ومصر اصلا من اكثر الدول على مستوى العالم المعرضه لاخطار التغيرات المناخيه، ولكن الدوله دلوقتي بتستخدم في توسع في المساحات الزراعيه، بتستخدم اصناف تستطيع مقاومه الاجهاد المائي والاجهاد المناخي ودرجات الحراره. فاحنا استنبطنا اصناف جديده عشان نتغلب على هذه النقطه، والباحثين في المراكز البحثيه وكليات الزراعه ومركز البحوث الزراعيه بالمعاهد التابعه ليه بمركز بحوث الصحراء بكل هذه الاماكن شغالين على النقطه دي، بحيث ان احنا يبقى الاصناف اللي عندنا مقاومه للاجهاد المناخي والتغيرات المناخيه. وبالتالي نقطه التغيرات المناخيه مش هتاثر علينا بشكل كبير جدا، لان احنا بدانا نخلي النبات يتكيف مع الطبيعه. النبات يعيش في وئام مع الطبيعه من حيث المجتمعات النباتيه والتنوع البيولوجي والتنوع المحصولي والامور دي كلها. يعني احنا بدانا نتكيف مع الطبيعه بانتخاب اصناف مقاومه لهذه التغيرات المناخيه او تستطيع تحمل التغيرات المناخيه. تمام. طيب بما ان احنا بقى كلامنا يعني معظمه هيبقى على الزراعه او المجال الزراعي، لان حضرتك قلت العنوان كده في البدايه العالم في خطر والزراعه هي الحل. بالنسبه بقى فيما يخص ضعف البنيه التحتيه الزراعيه، حضرتك قلت ان الدوله بتبذل جهود حاليا في ان هي التوسع الافقي. فبرضو المجال ده ايه اللي حصل فيه برضو على ارض الواقع، او اهم المشاريع بقى؟ خلينا نتكلم على اهم المشاريع اللي حصلت في المجال الزراعي واللي بتنفذها مصر في المجال الزراعي. خلينا نبدا مثلا بمشروع الدلتا الجديده، ايه اللي تم فيه او ايه اللي حصل فيه؟ في ايضا مشروع الريف المصري، وفي مشروع تنميه سيناء. تمام يا فندم. في البداية الدولة لما حطت خطة التنمية الزراعية في خطة التنمية الاقتصادية أو خطة مصر للوصول إلى التنمية المستدامة في القطاع الزراعي 2030، مصر كانت بتستهدف إن احنا نوصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل على المستوى المحلي لتأمين الغذاء للشعب المصري. النقطة الثانية إن مصر كانت عايزة ترفع صادرات مصر الزراعية للحصول على العملة الصعبة في ظل تغيرات أسعار العملات وزيادة العرض والطلب على الدولار في الفترات الحالية أو في الفترات القادمة. مصر شغالة على القطاع الزراعي من 2014، وطبعا احنا لولا
الدوله ان احنا اخذنا خطوات استباقيه، كان موضوع الحرب الروسيه الاوكرانيه وتاثيرها على سلاسل الامداد الغذائي، وتعليق روسيا باتفاقيه العمل للحبوب في البحر الاسود كانت اثرت علينا، خصوصا ان مصر كانت بتستورد كميات كبيره من محصول القمح، لان محصول القمح ده احنا بنعتبره الخبز بتاع الشعب المصري، وفي منه نوعين، بيبقى فيه القمح الطري ده بنستخدمه في الخبز، وفي منه صنفين موجودين دلوقتي اللي هو سخا 95 ومصر 3، وفي اللي هو الجاف اللي احنا بنستخدمه في المكرونه والبسكوت والمعجنات او العمليات الصناعيه المتعلقه بالقطاع الزراعي. مصر لما جت خططت للمشروع دوت، مصر كانت عايزه تعمل دلتا جديده، فعملت الدلتا الجديده دي كعاصمه لمصر الزراعيه. المساحه الاجماليه للمشروع 2.2 مليون فدان. هذه المنطقه تم اختيارها بعنايه لوجودها بالقرب من الموانئ والمطارات زي مطار غرب القاهره ومطار برج العرب وميناء الاسكندريه لسهوله تصدير المنتجات الزراعيه. ايضا هي موجوده في نطاق 4 محافظات، هي الفيوم والبحيره ومطروح والجيزه. الدلتا الجديده مصر اشتغلت على اول حاجه على مشروعين، مشروع اسمه مستقبل مصر الزراعي ومشروع تنميه جنوب محور الضبعه. مصر بتستهدف زراعه 540 الف فدان، دول النواه الاساسيه للدلتا الجديده، وصولا الى 2.2 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل زي القمح والرز والذره والفول البلدي والذره الرفيعه والذره الشاميه اللي احنا بنستخدمها في الاعلاف، ودوار الشمس اللي احنا بنحتاجه في الزيوت والامور دي كلها. الدوله المصريه لما اشتغلت على القطاع دوت، احنا كان في عندنا تحدي تاني كبير جدا، هي مشكله ازمه سد النهضه ومشكله المياه، وان احنا هنزود مساحه 3.5 مليون فدان. طب احنا هنجيب ميه للاماكن دي كلها ازاي؟ فتم عمل محطه الحمام لمعالجه مياه الصرف الصحي، وتم عمل نهر الصناعي الجديد، وتم عمل ترعه تحيا مصر وترعه الحمام الجديده لضمان وصول المياه الغذائيه. ومصر كانت بتستهدف رفع 7.9 مليار طن من المياه متر مكعب من المياه الى هذه المناطق عبر انابيب في عمليه هي الاكبر من نوعها. فبالتالي الدلتا الجديده دي ده مشروع زراعي تنموي، مشروع مستدام مصر شغاله عليه كخطه تنميه 2030 هنوصل ل 2.2 مليون فدان في الاراضي الزراعيه. والمشروع ده ان شاء الله هيضمن تحقيق الامن الغذائي او الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وان شاء الله بعد ما نوصل للاكتفاء الذاتي هنوصل لمرحله الصادرات الزراعيه وجلب عمله صعبه. خليني اقول لحضرتك رقم مصر خلال العام الماضي، العام الزراعي العام الماضي، كانت صادرات مصر الزراعيه تقريبا 5.4 مليار دولار. مصر السنه دي في الخطه الزراعيه او الخطه الاستثماريه الزراعيه بتستهدف ان احنا نوصل ل 5.7 مليار دولار بزياده 5.5% في الصادرات الزراعيه. وده اول مشروع الدوله اشتغلت عليه اللي هو مشروع الدلتا الجديده. في مشروع تاني كبير جدا، والمشروع ده له بعدين، له بعد قومي وله بعد تنموي، هو مشروع تنمية سيناء. خليني اقول لحضرتك ان سيناء مصر بتستهدف ان سيناء تبقى امتداد لمنطقة الوادي، عايزة تربطها بمنطقة الوادي، ومصر بتستهدف نقل 8 مليون مواطن لمنطقة سيناء خلال الفترات القادمة او خلال خطة التنمية 2030. مصر اشتغلت على خطة سيناء او تنمية سيناء من خلال مشروع كبير جدا، وهو مشروع زراعة 700 الف فدان في سيناء، في منهم 386 فدان في جنوب مدينة بئر العبد، وجهزت البنية التحتية من خلال ترعة الشيخ جابر وترعة السلام اللي هي بتسحب من محطة فرسكور او بتسحب من محطة برج العرب. خليني اقول لحضرتك ان احنا في الجمهورية الجديدة كان في عندنا حاجة بتأرقنا في الجمهورية القديمة، وهي مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي والصرف الصناعي، ومنها مصرف بحر البقر والمصارف المنتشرة على مستوى الجمهورية. الدولة بدأت تستغل النقطة دي من نقطة سلبية لنقطة إيجابية، ان احنا هنعالج هذه المياه وهنخلطها مع المياه القادمة من نهر النيل بنسبة 1:1، ونرفعها عن طريق محطة بحر البقر، نرفعها عن طريق ترعة الشيخ جابر اللي هي بتمتد في اغلب مناطق شمال سيناء لتنمية هذه المناطق، لان سيناء بتشتهر بالمحاصيل، محاصيل الموالح والمحاصيل، وهي اراضي سيناء دي جنة الله في ارضها، يعني ارض الفيروز. وبالتالي ان انا عايز اقول ان القطاع الزراعي هو خطة الدولة او قاطرة التنمية لتحقيق الامن والاستقرار وتحقيق الريادة والتنمية في منطقة سيناء. وان شاء الله يعني خليني اقول لحضرتك برضو رقم للساده المشاهدين، حجم الاراضي الزراعيه في سيناء 2014 كان 103 فدان، 103 الف فدان. خليني اقول لحضرتك في العام 2022 العام الزراعي 2022 وصلنا ل 285 الف فدان، بزياده تقريبا 130%. ان شاء الله في العام الزراعي 2023 2024 مصر بتستهدف نوصل ل 600 الف فدان، وتم تجهيز البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه، بالاضافه ان الدوله بتعمل على انشاء 18 تجمع زراعي في سيناء في منطقه شمال ووسط سيناء. فان شاء الله قريب هنوصل للهدف بتاعنا، وان شاء الله برضو سيناء هتساهم في التنميه الزراعيه من خلال ربطها بمنطقه شرق الدلتا. وخلينا اقول لحضرتك ان مشروع محطه معالجه الصرف الصحي اللي هو موجود في بحر البقر بالقرب من انفاق بورسعيد على بعد 10 كيلو، وبالقرب من الانطره على بعد 17 كيلو. المشروع ده مشروع عملاق دخل موسوعه جينيس الارقام القياسيه من حيث معالجه المياه. طبعا المياه دي امنه جدا، واحنا ما بنستخدمهاش في القطاع الزراعي على طول، ده بيحصل لها خلط مع مياه نهر النيل بنسبه 1:1 عشان تنظم عمليات النمو الفسيولوجيه وتوفر الاحتياجات المائيه للمحاصيل والامور دي كلها. الاستثمار في قطاع التنمية الزراعية وصلنا فيه لفين؟
الاستثمار في القطاع الزراعي، خليني اقول لحضرتك ان الدوله في خطه التنميه الزراعيه رفعت نسبه الاستثمار بنسبه 13% في الخريطه الزراعيه في العام الاستثماري الحالي. تمام. الدوله شغاله على مشروع تشكى الخير، شغاله على الدلتا الجديده، شغاله على جنة مصر، شغاله على الريف الزراعي، شغاله على جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه اللي هو الزراعات المحميه اللي هو اتاسس في ديسمبر 2016، بالاضافه لسيناء، بالاضافه ان الدوله بتدعم صغار الفلاحين. خلي بالك ان المزارع او صغار الفلاحين هم عصب الحياه في مصر. تمام. وكانت في مشكله بتقابلهم اللي هو البذور، ولذلك كان في توجهات من القياده السياسيه بدعم المشروع القومي لانتاج البذور، لان احنا تقريبا كنا بننتج 2% فقط وكنا بنستورد 98%. فالدوله اشتغلت على مشروع البذور بحيث نوفر البذور عاليه الانتاجيه للمواطنين باسعار تكون في المتناول، وان شاء الله نصل للهدف بتاعنا قريب في هذا الموضوع الاستثماري. وان شاء الله انا شايف ان خطه التنميه الزراعيه هي طوق النجاه الوحيد لجميع الشعوب والشعب المصري، خصوصا في ظل التوترات الجيوسياسيه التي تحدث في المنطقه مثل الحروب الاورو متوسطيه والصراع في منطقه الشرق الاوسط وتاثر المناطق المائيه والمعابر زي مضيق باب المندب ومشكله الحوثيين وتهديد الملاحه العالميه وارتفاع اسعار الشحن والتكلفه وكل هذه الامور. طيب حضرتك اتكلمت على فيما يخص نقص الموارد المائية في مشروع تنمية سيناء، وايه اللي الدولة عملته علشان تقدر ان هي توفر المياه اللازمة لكل المشروعات الزراعية في سيناء. لكن بشكل عام ايه برضو الخطوات اللي بتتخذها الدولة حاليا لمجابهة او مواجهة نقص الموارد المائية بشكل عام وازمة سد النهضة، علشان نقدر ان احنا طبعا كل المشروعات الزراعية الجديدة، وحضرتك قلت ان الزراعة هي الحل، فطبعا مش هينفع ده من غير ما اوفر الموارد المائيه. ايه بقى اللي بتعمله الدوله حاليا بشكل عام علشان نقدر ان احنا نوفر الموارد المائيه؟ خلينا نبدأ كلامنا بمقولة دايما بنقول: لا تشتكي الموارد وقلتها قبل أن تتعلم كيفية إدارتها. المشكله مش في قله المورد، المشكله ازاي تدير المورد. خليني اقول لحضرتك الدوله اتعاملت مع مشكله المياه، اتعاملت معاه بخطه ذكيه جدا. اول حاجه ان في مشروع قومي تاخر لمده 30 سنه الدوله بدات تنفذه حاليا، وهو المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري والمصارف المائيه. خليني اقول لحضرتك المشروع دوت التربه الطينيه تقريبا بتسرب كل ساعه من 5 ل 10 ملي متر من المياه، طبعا بتذهب الى باطن الارض، ما بنستفيدش بيها في اي حاجه. الدوله لما اخذت لما اشتغلت على مشروع تبطين الترع والمجاري المائيه والانهار والقنوات، خليني اقول لحضرتك مصر وفرت تقريبا 5 مليار متر مكعب من المياه. هذه المياه استخدمناها في التنميه الزراعيه. يبقى دي اول نقطه، ان انا ازاي اعظم الموارد ده عندي وازاي استفيد من المورد اللي موجود. النقطه الثانيه ان احنا في المناطق الاستوائيه ومنابع النيل زي عطبره والسباط والنيل الازرق وبحيره تانا وطنجانيقه وفيكتوريا، كان كميه المياه اللي بتيجي السدود في السودان ما بتقدرش تستوعبها زي سد بوت وسد روسيرس، فكانت اول ما بتوصل بحيره قسم السد العالي فكانوا بيفتحوها في محيط توشكا او في الخزان الجوفي، وكنا بنهدرها في الصحراء. فالدوله اشتغلت على النقطه دي ان احنا ننمي بيها منطقه توشكا ومنطقه شرق العوينات، وبالتالي احنا استفدنا من كميات المياه الجديده اللي هي بتجي لنا برزق من ربنا سبحانه وتعالى في فترات الفيضانات، اشتغلنا بيها في التنميه الزراعيه. يبقى دي النقطه الثانيه، تبطين الترع والمجاري المائيه لتقليل الفقد في المياه، والمياه اللي بتاتي فتره الفيضانات في المناطق الاستوائيه. النقطه الثالثه ان احنا قلت لحضرتك في عندنا مشكله بيئيه كانت بتشوه النظام البيئي في مصر، وهي المصارف والمجاري والقنوات المائيه. الدوله بدات تتوسع في انشاء محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجه للصرف الصناعي والصرف الزراعي، واستخدام هذه المياه بخلطها مع مياه نهر النيل بنسبه 1:1 لاستخدامها في المحاصيل الزراعيه، بالاضافه الى فترات المياه الجوفيه اللي موجوده وفترات الامطار فكل هذه الامور بتوفر عندنا كميات كبيره من المياه لاستصلاح الاراضي الزراعيه. خليني اقول لحضرتك احنا كان عندنا 6 مليون فدان، احنا وصلنا ل 10 مليون فدان دلوقتي، وبالتالي احنا ضفنا ضعف المساحه، ومع ذلك الدوله قادره على توفير المياه لكل هذه المشاريع التنمويه الزراعيه لتحقيق الامن الغذائي وضمان توفير احتياجات الشعب المصري. طيب برضو يعني مش هقدر ان انا اختم لقاء مع حضرتك من غير لما نتكلم على برضو الغلاء في الاسعار، وعايزه راي حضرتك برضو في ده. المشكله الاساسيه بتكمن فين بالظبط، والحل ايه لو في عند حضرتك رؤيه لده؟ طيب مشكله غلاء الاسعار، خلينا نتكلم ان المشكله دي مشكله عالميه، مش على مستوى الدولة المصرية بس، على جميع دول العالم. الناس ممكن تدخل تبحث على الجوجل، تعمل براوزر مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف الأسعار العالمية. أكبر مشكلة بتأثر على الأسعار هي عدم الاستقرار في النظام العالمي.
يعني مثلا حضرتك الحروب الاورو متوسطيه زي الحرب الروسيه الاوكرانيه وتعليق روسيا العمل باتفاقيه الحبوب رفعت اسعار الحبوب على مستوى العالم. ضرب الحوثيين لمضيق باب المندب ادى الى تحويل مسار السفن حول طريق راس الرجاء الصالح بزياده تكلفه 18 يوم. هذه التكلفه بتؤدي الى زياده اسعار الشحن، اسعار البذور، اسعار الاصناف الزراعيه، كل زياده في هذه التكلفه بيتم تحميلها على المنتج. النقطه الثالثه ان احنا على الرغم من الامم المتحده وضعت مكافحه الفقر عالميا، اللي انا بكلم حضرتك ان احنا عندنا في 2 مليار توقعات زياده في عدد في كثافه سكانيه، فعندنا 842 مليون شخص بيعانوا من خدمات نقص الغذاء والتغذيه بسبب عدم وجود سياده غذائيه، وفي فجوه غذائيه كبيره جدا، وبالتالي الدوله مش قادره تكفي احتياجاتها في ظل تغيرات مناخيه ومصاحبها من فيضانات وجفاف وتصحر وفقدان اراضي زراعيه خصبه، وفي ظل محدوديه الاراضي الصالحه للزراعه. ده احنا بنقول اليابسه بتشكل تقريبا 30% من مساحه كوكب الارض، ومش كل وطبعا 30% دول في منهم 30% غابات، وفي منهم 30% مجتمعات سكانيه وتنميه حضريه، وبالتالي نحن امام محدوديه اراضي صالحه للزراعه وزياده العرض والطلب على خدمات الغذاء، وبالتالي من يملك يحكم. ولذلك كل الدول بدات تاخذ نهج انها تنجو بنفسها عن طريق الاعتماد على الذات، الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل. يعني عايز اقول لحضرتك مصر العام الماضي وفرت فلوس كتيره جدا، يعني عايز اقول لحضرتك واردات مصر من القمح تراجعت بنسبه 39% بسبب ان احنا وصلنا لموسم زراعي ناجح جدا باتباع دوره زراعيه مناسبه واصناف عاليه الانتاجيه، وبالتالي الازمه نحن امام ازمه، ولكن لو هتكلم على مستوى القطر المصري او رؤيتي نحن امام ازمه ضمير. نحن بحاجه الى مزيد من الرقابه والتشريع على الاسواق. حضرتك لو نزلت اي سوبر ماركت هتلاقي السوبر ماركت في اول الشارع بيختلف عن سعر السوبر ماركت اللي في اخر الشارع، وبالتالي هو الموضوع موضوع رقابه. خليني اقول لحضرتك ان الدوله اتخذت اجراء جميل جدا. انا كنت شفت تصريح للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان بيتكلم ان بدايه من شهر فبراير ابريل 2024 اسعار على الاقل المنتجات الاساسيه هيكون عليها تسعير جبري من المصانع. يعني المنتج هينزل للمواطن متسعر اجباري، ده فاينل مكتوب على سعر مكتوب، وبالتالي احنا هنحكم الرقابه على موضوع الاسعار. ولكن في نقطه برضو، انا طول ما انا بستورد من بره الفاتوره الاستيراديه عاليه، وبالتالي انا اللي بره بيتحكم فيا، وبالتالي لازم اوصل الى الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ده بالعكس انا عايز احول اعمل تحقيق اكتفاء ذاتي في الانتاج المحلي وارفع واردات مصر الزراعيه او في كل المجالات. ما هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، او ده اللي الدوله شغاله عليه. النقطه لكن الثانيه برضو احنا بحاجه الى مزيد من التوعيه في الانماط الغذائيه. خليني اقول لحضرتك الهرم الغذائي عباره عن كربوهيدرات وبروتين والبان وبقوليات. يعني ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم بيقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لازم نظبط الانماط الغذائيه بتاعتنا. حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم في السلع الاساسيه، احنا مش احنا بنتكلم في رز وزيت وسكر ارتفاع الاسعار اللي احنا بنتكلم عليه دي حاجات اساسيه للناس. بس هي المشكله فعلا زي ما حضرتك قلت ان هي يعني موضوع الرقابه، وكمان الناس يعني بتلاقيها ان هي يعني مثلا احنا دلوقتي في الفتره دي داخلين على شهر رمضان، هتلاقي الناس بقى عمالين بيجمعوا بيشتروا بكميات كبيره جدا علشان خايفين من زياده الاسعار. فهي دايره كده احنا مش عارفين نقدر ان احنا نتحكم في ده ازاي او نقنن ده ازاي. ما ده بقى ده اللي انا كنت بسال حضرتك عليه. سبيل النجاة في التحكم في الأسعار إن جهاز حماية المستهلك يقوم بدوره، مفتش الرقابة التموينية، وكل الجهات المنوط بها تتحكم في هذه النقطة. خلينا نقول لحضرتك إن تم تعديل القانون العسكري في مجلس النواب منذ أسبوعين، ومنح الضبطية القضائية لبعض الضباط وضباط الصف في القوات المسلحة لمعاونة وزارة التموين والتجارة الخارجية في التحكم في الأسواق والرقابة على الأسواق. وأنا شايف إن دي خطوة ممتازة إن رجال القوات المسلحة يعاونوا جهاز حماية المستهلك ويعاونوا مفتش الرقابة التموينية في ضبط الاسواق، وان شاء الله مصر قريب جدا هيحصل تحكم في موضوع الاسعار في ظل ان التوترات الجيوسياسيه في العالم بدات تقل. الصراعات بدات تقل لان احنا كلنا في مركب واحد، ومفيش سبيل الى النجاه غير اننا كلنا نتحد مع بعض لمواجهه هذه الاخطار، ومنها زياده الاسعار العالميه وتهاوي اسعار العملات المحليه امام الدولار ومكافحه التضخم. ان شاء الله. نشكر حضرتك جدا دكتور اسلام انديل، مدرس امراض النبات كليه العلوم جامعه الازهر. نورتنا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، سعدت جدا بلقاء حضرتك.